السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا بقالي فترة كده ما نزلتش فيديوهات، والنهاردة جاية لكم فكرة غدا اقتصادية جميلة جدا جدا، ما بيختلفش عليها اتنين يا جماعة. شايفين شكل الأكلة؟ بسم الله ما شاء الله تجوع. يلا بقى، لو أول مرة تشوفوا قناتي انزلوا بسرعة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد، ودوسوا لايك للفيديو. يلا بينا نشوف ايه فكرة الغدا معانا. أول حاجة جبت ربع كيلو من العدس. ربع كيلو العدس ب15 جنيه. غسلته كده كويس مرة واتنين وتلاتة لحد ما المية بتاعته بقت شفافة، وهنقعه في المية من تلت لنص ساعة علشان ينفش كده معايا. ولو عندك العدس يعني بيسبب لك حموضة في المعدة، الحركة دي ان شاء الله بأمر الله هتاكلي العدس بمنتهى الأمان، مش هيبقى فيه حموضة ولا أي حاجة. بعد نص ساعة كده خلاص العدس طري معايا بالشكل ده. جبت حلة على النار هنزل فيها بمعلقة من السمنة بالشكل ده تسيح كده معايا، وانزل عليها ببصلاية. ابتدي كده اقلبها لحد ما ريحتها تظهر. انا مش عايزه اديها لون ولا حاجه، اديها تقلبتين كده ثلاثه. بعد كده هنزل بالعدس بعد ما اصفيه كويس جدا من الميه. هبتدي كده اشوحه كويس زي 5 دقايق، بس البصل يديه طعم كده، يعني العدس ياخد من طعم البصل. الخطوه دي بيديه طعم كده في منتهى الجمال. جربوا العدس بطريقتي بامر الله، انا واثقه انه هيعجبكم جدا. طبعا لسه مش هنضيف ملح ولا بهارات في المرحله دي. ابتدي كده اقلبه لحد ما لونه يتغير تماما. انت كل ما تقلبي تحسي لونه كده اتغير معاكي. وهنا خلاص العدس لونه اتغير بالشكل ده بعد تقليب 5 دقايق. شايفين لونه بالشكل ده؟ طبعا هنزل عليه بالمية، المية الكافية لسلق العدس بالشكل ده. وهسيبه اول ما يغلي معايا، ههدي عليه النار تماما واسيبه لحد ما يستوي تماما معايا. انا عايزاه يستوي يبقى دايب معايا يا جماعة، مش عايزاه يستوي كده، مش هضربه في الخلاط، انا هخليه يستوي كده لحد ما يبقى دايب تماما معايا. وهنا العدس كان خلاص كده استوى، بس لسه ما وصلش القوام اللي انا عايزاه، وقطع البصل تكاد تكون اختفت. على بال بقى ما يستوي، طبعا على النار هاديه زي ما قلت لكم، هنقلي حبه بتنجان مع بعض. انا جبت البتنجان، جبت نص كيلو بتنجان عروس ب5 جنيه، يعني الكيلو عامل 10 جنيه. جبت نص بس، انا كنت بصراحه هخلله فخللت منهم حبه، وخدت 4 وحدات بس من البتنجان هقليهم. قطعتهم كده شرايح ورشيتهم حبه ملح وحطيتهم على مصفى عشان ينزلوا الميه الزياده اللي في قلبهم، علشان ما يشربوش زيت معايا. بعد كده خدتهم شطفتهم وعلى طول قليتهم بالشكل ده. والبتنجان المخلل طبعا انا عملته معاكم بطريقه حلوه قوي قوي، وعرفنا سر الدقه الجميله اللي بتخليه بتنقله كده في حته تانية خالص. عملناه مسلوق. اتمنى اللي ما شافش الفيديو يرجع يشوفه، بصراحه احلى بتنجان ممكن تجربوه. بس كده هبتدي اقلب البتنجان كده كل شويه علشان ياخد لون موحد من جميع الجهات، ملقاش لون غامق في حته وفاتح في حته، انا عايزه لونه موحد كده يبقى شكله جميل في الاخر. وهنا البتنجان كان خلاص وصل للون اللي انا عايزاه. انا مش بحب اغمقه عن كده، بحبه بالدرجه دي. هخرجه كده وهو سخن مولع بالشكل ده، هديه عصرة نص ليمونة علشان يتشربها كده ويبقى طعمه جميل. انا بحبه كده، فكل واحد وذوقه. هو سخن كده هديه عصرة نص ليمونة بس مش اكتر. هنا شايفين لون البتنجان بالشكل ده، هديه كده عصرة نص الليمونة. جبت كمان من السوق ربع كيلو فلفل، اكتر من ربع بشوية عشان الربع كان ب4 جنيه، فانا جبت ب5 جنيه. الراجل عنده الفلفل يعني الربع ب4 جنيه، سخن وبارد كده، احمر واخضر مشكل كده مع بعض. فجبت ب5 جنيه فلفل، قليت منهم حبة، والحبة التانيين اللي عملت بيهم البتنجان المخلل. يعني جبنا ب10 جنيه كده 5 بتنجان و5 فلفل، وب15 جنيه عدس، يعني كده 25 الإجمالي. ابتدي كده أقليهم. وهنا خلاص العدس وصل معايا يعني داب خالص، يعني مفيش قطع بصل دايبة ولا قطع عدس ولا أي حاجة. نعمل بقى طشة العدس الجميل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده راس توم عليه ملح وفلفل وكمون وكزبرة، البهارات الموجودة في كل بيت. ضربهم كده في الكبة مع بعض، نعمتهم مع التوم، وابتديت كده اشوحهم في معلقة سمنة لحد ما لونهم يصفر معايا بالشكل ده. وكلي احلى عدس وادعيلي بقى. ابتدي كده اشوحهم لحد ما لونهم يصفر، ما تخافوش خالص، البهارات مش هتتحرق ولا حاجة، انا بعمله على طول بالطريقة دي، وبصراحة احلى عدس ممكن تجربوه. طبعا التوابل اللي احنا حاطينها دي متوفرة في كل بيت، ده اساس كل بيت، الكمون والكزبرة والفلفل اساس كل بيت، التلاتة دول، والملح طبعا. هنا شايفين العدس كده وصل للدرجة كريمة يا جماعة. ابتدي كده انزل التوم
على العدس كده وشمي احلى ريحه وكلي احلى عدس بامر الله. اخد كده حبه في الطبق عشان اخد اي فتافيت من التوم بالشكل ده. وبس كده هديه غلوه بس ياخد من طعم بعضه وخلاص العدس جاهز معايا. حسيت هنا انه محتاج حبه ميه تقل معايا بالشكل ده فضفت له حبه ميه. طبعا ظبطي القوام على حسب ذوقك. بس كده وخلاويص العدس بقى جاهز معايا واحلى عدس بامر الله. نيجي بقى نعمل حبه جبنه قديمه بالطماطم. طبعا الطماطم اليومين دول ربنا يرحمنا برحمته مجنونه والله مجنونه. كان عندي طماطميتين دول في التلاجة حتى هتلاقوهم كده مش محمرين قوي. انا كان الكيلو عامل 20 جنيه. نقيتهم بالعافيه يعني نقيت ب10 جنيه بالعافيه من الكيلو ب20 زي نص كيلو كده. وكمان قرن فلفل اخضر كده بالشكل ده ابتدي كده اقطعهم صغير زي ما انتم شايفين. وهنزل عليهم بمعلقه من الجبنه القديمه. معلقه كده واحده من الجبنه القديمه. طبعا لو عندك طحينه او زبادي حطي. هنزل كمان بنص ليمونه بالشكل ده هعصرها كده نص ليمونه. ومعلقه من الزيت معلقه كبيره كده من الزيت هبتدي كده اقلبهم في بعض. وخلاص كده خلطه الجبنه القديمه طبعا دي تحفه جنب الفلفل والبتنجان حاجه كده وهم. زي ما قلت لك لو عندك طحينه ضيفي لها معلقه طحينه او معلقه زبادي لو مش بتحبيها حادقه قوي يعني عايزه تخفي كده الحدوقيه. ضيفي لها معلقه زبادي. خلاص كده الجبنه القديمه جهزت معايا بالمنظر الجميل ده. هو في احلى من كده والله ما في احلى من كده. هنا معايا كمان البتنجان المخلل اللي انا قلت لكم جايبه نص كيلو شايفين. ده نص كيلو باربع وحدات بس خدتهم قالتهم. شايفين الكميه بسم الله ما شاء الله. طبعا زي ما قلت لكم ارجعوا للفيديو بامر الله يا رب افتكر كده احط لكم في صندوق الوصف. الطريقه جميله جدا جدا شكله زي العسل شكله يجوع لوحده. طبعا بيقعد عندك اسبوع او 10 ايام في التلاجة مش بيجراله اي حاجه. هاخد كمان حبه من الدقه دول من تحت يا سلام. طبعا كنت ناويه اجيب جرجير في اليوم ده بس والله طلعت ونسيت فكسلت انزل تاني يعني ما قدرتش انزل الصراحه. شكل الطبق بصراحه يجوع. وهنا شكل العدس بتاعنا هبتدي كده اغرفه شايفين قوامه جميل قوي ازاي. زي ما قلت لكم انا مش بحب اضربه في الخلاط كل واحد على حسب ذوقه. يعني كل واحد براحته. بتحبي تضربيه اضربيه. بتحبي تسيبيه كده زي سيبيه. وحمصت كمان حبة عيش كده طبعا العدس مش بيحلى غير بالعيش المحمص بيبقى تحفة بيه. دوبت كده معلقة سمنة على معلقة زيت وقصقصت العيش بالمقص كده مكعبات زي ما انتم شايفين. وكمان ورشيت عليهم معلقة السمنة والزيت دي ودخلتهم تحت الشواية وكل شوية اخرجهم كده اقلبهم لحد ما اخد التحميصة الجميلة دي معايا. شايفين مقرمش جدا جدا. وده شكل الاكل بتاعنا في الاخر شايفين الجمال. يلا قولوا لي الاكله دي تاخد كام من 10 بصراحه مفيش احلى من كده. وهنا اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد. وتدوسوا لي لايك للفيديو. دمتم سالمين ودمتم بخير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.